اول حاجه هيكون معانا 3 قطع من الكرتون مقاسهم 10 سم في 10 سم. ودلوقتي هنلزق 3 قطع الكرتون في بعض. هنستخدم عصيان الايس كريم، هنقص 2 بمقاس 10 سم والاثنين التانيين بمقاس 10 سم و4 مللي. نلزق العصايتين اللي مقاسهم 10 سم في الكرتونه بالشكل ده، وفي الجنبين التانيين هنحط العصيان اللي مقاسهم 10 سم و4 مللي. كده هيكون معانا قاعده الفانوس، وهنقص 4 وحدات من الشكل ده وهنلزقهم في بعض بالشكل اللي قدامنا ده. ودلوقتي هلزقها على سطح الفانوس. ناخد مقاس الفتحه اللي فوق دي وهنقصها على كرتون ونلزقها. نحط سولوتيب الورق على كل الحواف بالشكل اللي قدامنا ده. نجيب 4 من عصيان الايس كريم هيكون طولهم 5 سم وهنلزقهم مع بعض، وهنعمل لهم مربع من الكرتون على مقاسهم عشان نغطيهم من فوق. وبأي سفنجة عندنا بنبتدي ندهن الفانوس. بأي غطا عندنا نبتدي نلف عليه خيش بالشكل ده. ودلوقتي هنثبت ايد الفانوس بالشكل ده. نثبت القاعده والجزء اللي فوق للفانوس بعصيان الايس كريم. هنقص عصيان الشيش طاووق وهنحطها على كل الجوانب. ودلوقتي هنلف شريط ستان على الجزء ده كده، هنعمل فيونكة وهنلزقها على شريط الستان.